اماني ولا ام اماني؟ اماني انا وابوها، وهي اماني جنبي واختها معايا. طيب طيب، ده ما شاء الله مبروك، هي طلعت من العشر الاوائل ومجموعها 99% و23 100%، وما شاء الله واخده 645 درجات من 650. فحب ما شاء الله انتم الاقصر طبعا بلدياتنا هنا. بلدياتك ايوه ما شاء الله شرفتنا والله يا اماني الدكتوره، ان شاء الله هتبقى دكتوره كبيره ان شاء الله. اختها في نفس السنه وفي المرحله برضه ان شاء الله تكون سويه. ان شاء الله. توأم، اختها توأم. اختها التوأم ان شاء الله. هي اختها اسمها مين؟ امل سلطان. امل سلطان. شوف كده يا شيخ، الحمد لله. كمان امل دي ما شاء الله عليها واخده 98% و6 من 10. يلا شد حيلك، عندك اثنين دكاتره دلوقتي، اللهم صل على النبي. حفظك الله، الله يسلمك. ماشي ماشي يا ستي، شكرا. فالف مبروك. شكرا. الله في عمرك. امين امين يا رب. علم العالم وعقل العاقل قد اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم أنا الذي أحرزت غايته، وقال العقل أنا الذي الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الرحمن في القرآن اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، وقبل العقل رأس العلم وانصرف. أنا عمك الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. أهلا يا ست رؤى، زيك؟ مبروك يا ستي، طلعت الثانية على معاهد فلسطين كلها الأزهرية. جد؟ في القسم بجد. أيوة طبعا، أنا هقول إيه غير الجد معايا أنا. وما شاء الله عليك، يعني أنت خدتي مجموعك 619 وبنسبة 95% و23%. فألف ألف مبروك إن شاء الله. إن شاء الله. بعد جهودكم معنا والله. لا والله ده مجهودك ومجهود الوالدة والأسرة، عقبال كده ما ترجعوا لأماكنكم يا ربي وبيوتكم وأهلكم إن شاء الله. إن شاء الله قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم يا عمر. وعليكم السلام معالي الامام، اهلا بسيادتك. الله يبارك فيك. انت ابو والده يعني؟ من عمر ولدنا راح فين انت؟ وما تبلغوش الحمد قبل ما ابلغه انا. ايوه يا عمر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا سيدي ما شاء الله، تهانينا، احنا نبارك ليك، طلعت الاول على الجمهوريه القسم العلمي. بجد والله؟ والله بجد، وانا اللي بكلمك والله. اسمي احمد الطيب وشيخ الازهر. تمام. ازيك فضيله الشيخ؟ ازيك؟ الله يبارك فيك، الله يخليك. وانا كلمت الوالد قلت له ما تتكلمش معاه الا لما انا اكلم. طب عندي طلب بس، معلش طلب بس. اتفضل. عايزك تكلم والدتي معلش. ما بالعكس، ده انا كنت هقول لك انا عايز اكلم الوالده. حاضر، لحظه واحده لحظه واحده. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. استاذ عمر، الف الف مبروك على عمر. طبعا طلع الاول ما شاء الله على الجمهوريه في القسم العلمي. بسم الله ما شاء الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. هنيئا لآبائهم وهنيئا لأمهاتهم وهنيئا لأسرهم، هؤلاء يستحقوا هذه المكانة ويستحقوا هذه المنزلة ويستحقوا هذا التشريف ويستحقوا أكثر من ذلك. أنا نشرت لحضراتكم المكالمات دي ليه؟ عشان تعرفوا قيمة العلم وتعرفوا قد إيه إن العلم ليه فضل كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، وأن العالم له مكانة في الدنيا عظيمة جدا وله منزلة كبيرة في الآخرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة حتى في الكلاب أعزكم الله، الله عز وجل فضل الكلاب المعلمة على غير المعلمة. ربنا قال في القرآن يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فتخيلوا يا جماعة أن ربنا سبحانه وتعالى أعزكم الله الكلاب المعلمة الله عز وجل فضلها على غير المعلمة. وده يبين لنا فضل العلم ومكانة العلم ومنزلة العلم وشرف العلم. هنيئا لكل أب يتعب ويكدح من أجل أبنائه، هنيئا لمن تفوقوا، هنيئا لهم، يستحقوا هذه المكانة ويستحقوا هذه المنزلة. وأقول لكل أب ولكل مجتهد ولكل كادح، أقول له يكفي فيك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. عايز أقول لك إن كل جنيه صرفته على ابنك
كل جنيه صرفته على بنتك سيكون في ميزان حسناتك بإذن الله، وكل خطة قلم وكل سطر كتب وكل علم نشر بسببك سيكون في ميزان حسناتك بإذن الله. العلم له مكانة كبيرة جدا، عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على العلم. في غزوة بدر يا جماعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفدي أسرى المشركين. تعرفوا بإيه؟ إنه كان لازم يعلم 10 من الصحابة عشان يفديه. وقد قيل من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. يكفي لطالب العلم ويكفي لمن يبحث عن العلم أن الملائكة تستغفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هنيئا لكل واحد بيتعلم، ولكل أب بيجتهد عشان أبنائه، ولكل أم بتجتهد عشان أبنائها. هنيئا لكم هذا الثواب وهذا الفضل وهذا الأجر العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لكم، لأنكم كدستوا حياتكم كلها لأبنائكم ولبناتكم عشان يتعلموا العلم الناجح والعلم الصحيح، وعشان يفيدوا مجتمعهم ويفيدوا الدنيا كلها. هنيئا لكم. وبقول لكل طالب ولكل طالبة ما حصلوش على مجموع كويس، بقول لهم ما تقلقوش وما تزعلوش. وبقول لآبائهم ولأمهاتهم إن الدنيا ما انتهتش، وإن الثانوية العامة مش نهاية المطاف، وإن الحياة ما زالت فيها فرص عظيمة جدا، وإحنا قدامنا دروس عظيمة جدا من ناس والله العظيم ما دخلوش الكليات اللي هم كانوا عايزينها، الكليات القمة اللي كانوا بيقولوا عليها، ولكنهم دخلوا كليات بالنسبة لنا وبالنسبة لنا كلنا إنها كليات عادية، ولكن سبحان الله ربنا كرمهم ووفقهم وبقوا في مكانة أعظم من المكانة اللي هم كانوا عايزينها. وقد قال سيدنا عمر: لو عرضت الأقدار على الإنسان لاختار القدر الذي اختاره الله له.